مستمعين الزوينات، اليوم عندنا قصة اختفاء ديال جوج ديال الأشخاص، كيفين وليسلي. غادي نتعرفوا على التفاصيل ديالها بعد الفاصل. في الليلة ديال 25-26 نوفمبر 2022 ليسلي وكيفين غادي يمشيو معروضين العشاء عند واحد صاحب كيفين، ومن ديك الليلة لا حس ولا خبر. ليسلي هورلبيك عندها 22 عام، كيفين ترومبات عنده 21 عام. كتربطهم علاقة حب، عندهم كلب سميتو اونيكس من لاغاس ديال مارينوا. اختفاو من شهر نوفمبر، يعني شهر 11 2022، وما بقاوش بانوا. واش السبب هو المخدرات حسب بعض الآراء، أو تسوية حسابات، أو انتقام؟ المهم القضية معقدة بزاف. غادي نبداو القصة من آخر نهار فاش اختفاو. ليسلي وكيفين تعرفوا على بعضهم في أكتوبر 2022. كتجمعهم واحد العلاقة زوينة بزاف. ليسلي كتبغي كيفين لدرجة أنها اختارته من بين مجموعة ديال الشباب اللي كانت كتلاقى بهم في واحد السهرات اللي كيديروها بيناتهم. العائلات ديالهم عارفين بهاد العلاقة هادي، غير هو هاد الكوبل هذا عادي يلاه في البداية ديالهم عندهم شوية ديال المشاكل اللي هي كتخص الفلوس، ما عندهمش فين يسكنوا بجوج باش يبداو حياة بحال اي كوبل ويعيشوا مرتاحين. المهم مشاو يتعشاو ويسهروا عند نيكولا صاحب كيفين، عرض عليهم ياكلوا بلانكيت دو فو ويسهروا ويدوزوا قيت اللي هو زوين كيف موالفين. وهذا الشيء وقع بالديبارتمون ديال دو سيفر بفرنسا. كان حاضر في ديك الليلة صاحبهم إنزو وناتون وميشيل. بدات السهرة ديالهم بالضحك وباللعب والمشروبات الكحولية، وحتى الكوكايين كان موجود. بقاو سهرانين حتى لديك 2:30 ديال الليل، عياو بزاف. وهنايا ليسلي وكيفين غادي يقرروا يمشيو يباتوا عند واحد صاحبهم واحد اخر سميتو توم، هو صديق ديال كيفين. الدار ديالو بعيدة على الدار ديال نيكولا ب 30 كيلومتر. والحقيقة هنايا فين غادي يغبروا في مرة. العائلات ديالهم تقلقوا عليهم بزاف، ما خلوا فين سولوا صحابهم، والو حتى واحد ما عطاهم شي خبار. نشرات القضيه ديالهم في الاعلام الفرنسي، كلشي كيدوي غير على اختفاء كيفين وليسلي الغامض. والديهم مساكن عندهم امل واحد، هو انه يلقاوهم حيين والباقي ما كيهمش. الاب ديال كيفين في هذا الوقيته كان مشدود في الحبس على مشاكل كتعلق بلا دروغ، وما غيخرج حتى 4 ماي 2023، يعني الشهر اللي فات. وفي شهر يناير 2023 دارت مسيرة بفرنسا لدعم الآباء ديال كيفين وليسلي. لكن هنا الآباء ما حضروش في هذه المسيرة هذه، يعني الآباء بحال بدات بيناتهم واحد القطيعة. كانوا متضامنين في الأول، ولكن بحال بانوا ليا عياو، يعني ما لقاو حتى نتيجة. لكن نهار الجمعة 3 والسبت 4 مارس الماضي واحد الاكتشاف غادي يصدم الجميع. لقاو 2 ديال الجثث مدفونين حدا واحد من اللي كانوا حاضرين في ديك السهرة اللي هو ناتون. وهنايا الاباء ديال الكوبل ما بقاش عندهم امل يلقاو ولادهم حيين، حيت بداو كيشكوا بان ديك الجثث ديال ولادهم يعني ما فيها شك. وهنا تخيلوا معايا الاحساس ديالهم كيف غادي يكون، الله يحسن العون. واخيرا من بعد 5 ديال الاشهر على الاختفاء غتكشف التحقيقات ديال رجال الدرك على تفاصيل مروعه. الجثث فعلا ديال كيفين وليسلي. يا الهي، c'est être en enfer en fait. C'est chaque jour être confronté aux images quoi. العائلات ديال الكوبل هنا بغاو غير يعرفوا شكون اللي دار فيهم ديك الحاله. المهم اول حاجه غادي يتشد ناتون، حيتاش حداه لقاو الجثه وهو واحد من الاصدقاء ديالهم وكان حاضر معاهم في ديك الليله المشؤومه. وهنا ناتون غادي يقر بكل شيء، ورجال الدرك غيتبعوا الخيوط حتى غادي يوصلوا للحقيقه الصادمه. غادي يعتقلوا المجموعه اللي كانت حاضره، وغادي يحقق معاهم القضاء واحد بواحد، وغادي يديروا خبره على الهواتف ديالهم، والنتيجه غير متوقعه. ففي ديك الليله من بعد ما مشاو يباتوا عند طوم مع 2:30 ديال الصباح، طوم غادي يتصل بناتون ميشيل وغادي يقول لهم لحقوا عليا
من بعد 2 أو 3 ديال الدقائق بالضبط كانوا عنده، جاب معاه مطرقة، ناطون جاب معاه مطرقة. هنا دخلوا على الكوبل، ناطون غادي يشد كيفين وتوم غادي يشد ليسلي. بدا ناطون كيخبط في كيفين حتى صفاها ليه، توم قبط ليسلي وبدات كتزاوق فيه مسكينه وكتقول له علاش توم علاش توم، لكن والو والله ما تسوق ليها، نزل عليها بضربه حتى طيحها، طاحت. ثم هنا باش غادي يكملوا الجريمه ديالهم غادي يهزوهم وغادي يديوهم ويحطوهم في الكوفر ديال الطوموبيل البيجو ديال إنزو، ومشاو ب4 بهم في اتجاه واحد المنطقه اسمها كولون كاينه في لي دو سيفر باش غادي يدفنوهم. لكن مع الفجر غتوقع واحد الواقعه، هي ان توم غادي يحل الكفر وهنا غيلقى ليسلي مازال حيه، ما كانش من العاجزين، نزل عليها ب2 دقات بديك المطرقه حتى صفاها ليها وتاكد بلي ماتت في مره. ونهار 2 عاد غادي يدفنوهم مفرقين، كل واحد في بلاصه. ليسلي غيدفنوها في غابه قريبه من ناطون، وكيفين غيدفنوه في واحد البلاصه يعني مطرح ديال النفايات، وخواه فوق منهم الجير باش الريحه ما تشمش. لكن هنا كاين واحد الاكتشاف جديد، فاش دارت لونكيت القضاة غادي يشكوا بان كان معاهم شخص خامس، وفعلا عاد رجع من اوكرانيا شارك في الحرب ضد روسيا. هنا الوالدين ديال ليسلي وكيفين بقى عندهم سؤال اللي هو دائما علاش داروا فيهم هذه الحاله، وزعما راهم صحاب يا حسره، واش هذا الشيء عنده علاقه بالفلوس؟ خصوصا واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف هنا، وهي ان الام ديال ليسلي يعني النسيبه ديال كيفين عطاتو 10,000 اورو يعني 10 المليون باش يشري طوموبيل اوكازيون. لكن هو شنو مشى دار؟ صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وكيوري الفلوس فرحان وما قادته فرحه. واش هنا ما تكون زعما الغيره هي السبب؟ او لا ربما القضيه عندها علاقه بشي دين يعني متعلق بالمخدرات، خصوصا من بعد التحقيقات تبين ان كيفين ولا كيتعاطى الكوكايين في هذيك الايام الاخيره، وحتى انه راه كان الكوكايين موجود عندهم في ذاك النهار او في ديك الليله. لكن هنا كاينه قضيه اخرى اللي غادي يفضحها ناطون، وهي ان توم فاش كان كيضرب في كيفين كان تيقول ها اللي خوني في قلب داري شنو كيوقع ليه. تبين ان ليسلي كانت على علاقه به، لكن تفارقوا غير هو توم بحال مرضاش، خصوصا انها مع صاحبه كيتلاقاو بلاصه وحده وكيسهروا في بلاصه وحده، وزعما ما يقدرش يكون هذا هو السبب. المهم كل شيء ممكن. هنا بقات الخبره على الهواتف ديالهم، وهي اللي غادي تبين ان توم اتصل بليسلي مع 2:30 ديال الصباح، ارسل ليها رساله باش يعرف واش هي مازال عند ناطون ولا خرجت. غادي تجاوبه هي مع 2:46 دقيقه، غتقول ليه وي بوتيت تيت توجور با، ومن بعد غادي تقول ليه راها يعني دارها راسها شويه وردات الدم وانها غادي ترتاح. Eh bien moi je viens de vomir mes tripes pleines de sang, donc dès que je rentre je me pose, je suis pas très bien là. المهم هو غادي يقول لها فاش تخرجي علميني، وقيله باش هنا يوجد راسو للخطه ديالو يعني باش تكون محبوكه، وفعلا داك الشيء اللي كان. هنا العائله ديال ليسلي مصدومين، فكروا باش يديروا واحد لاكاميوت باش يطلبوا مساعده ماليه، حيتاش في الاول كانوا دايرين واحد المحامي اللي هو شارل ايمانويل، لكن فاش بانت القضيه يعني فيها جريمه الى اخره بغاو يبدلوه ويديروا محامي اللي هو متخصص في القضايا الجنائيه اللي معروفه اعلاميا بحال قضيه ديلفين جيبيلاغ مثلا، وخداو واحد المحامي اللي سميتو مراد باتيك. هنا غادي يجمعوا 5252 اورو، خلصوا منها المحامي والمباقي يعني خداوه باش يديروا به مراسم الدفن. غتقدروا تقولوا لي هنايا وفين هي العائله ديال كيفين من هذا الشيء كامل؟ غنقول لكم عرفنا ان باه في السجن على حساب مشاكل كتعلق بلا دروك، لكن ولو انه وراء القضبان فما كانش جالس، خصوصا من اللي عرف المجرمين اللي صفاوها لولدو. غادي يكري سجناء في السجن اللي هما كاينين فيه، وغادي يعطيهم 100,000 اورو يعني 100 مليون باش يصفيوها ليهم من داخل السجن. Le père de Kevin diffuse alors ce message, relayé en prison. داكشي يعني ديال المافيات، لكن القضيه ديالو تفضحات. Guy Trompa est accusé d'avoir voulu le venger. Lui, il regrette et il est vraiment dans la douleur par rapport
Ah, son fils. وكيبقى السؤال المحير هو شنو هو دائما السبب الحقيقي اللي خلاهم بخمسة بيهم يديروا هاد الجريمة هادي؟ واش دافع الغيرة؟ يقدر الواحد يتجرد من الأحاسيس ديالو، يتجرد من ديك الرحمة يعني ويدير فيهم هاد الحالة كاملة؟ واش بدافع يعني الفلوس والطمع، خصوصا شافوا عنده ديك 10 المليون اللي عطاتو نسيبته؟ واش بدافع الغيرة، خصوصا ان ليس اللي كانت مع طوم ورجعت مع كيفين؟ المهم كتبقى اسئله اللي هي كثيره واللي هي محيره لحد الساعه. نتوما شنو رايكم من خلال هذه القصه هذه اللي حكيتها لكم بلي ديتاي ديالها، يعني بالتفاصيل ديالها الممله؟ شنو هو الراي ديالكم؟ شنو هو السبب اللي يقدر يكون وراء هاد الفضيحه هذه وهذا التصفيه ديال هاد جوج ديال الناس اللي كانت علاقتهم زوينه وكانوا عايشين بخير وعلى خير؟ المهم خليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. وإلا كتشوفوا بأن هذه القصة هذه واللي هي قصة حقيقية، قصة واقعية، إلا كتشوفوا بأنها هي للعبرة وتقدر يعني تنفع ناس باش يحاولوا يردوا البال وباش ما يطيحوش في نفس الأخطاء، إلا كتشوفوا هاد الشيء هذا فما تخليوهاش واقفة عندكم، حاولوا تبارطاجيو لو ماكسيموم. ومن هنا لتما تنقول لكم شكرا على المتابعة. يلا تهلاو في راسكم بزاف.